لو بتستخدمي الزبدة كتير في الحلويات والمطلوب منك جرامات معينة وانتي ما عندكيش ميزان، تعالي اقولك تحددي الجرامات ازاي وبمنتهى السهولة، وازاي تحفظيها كمان في التلاجة وتغلفيها بطريقة شيك وعملية. تعالي ورايا تابعيني. اللي ما يعرفوش كتير مننا ان قالب الزبدة لما بتشتريه بيبقى محددين بالشكل ده عدد جرامات الزبدة، يعني كل 100 جرام متحددة ومعمول عليها شرطة زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. انا هجيب قالب الزبدة كده معايا، وبعدين هاجي على عدد الجرامات اللي معمول عليها خط كده، واجي بالسكينة واقطع حتة صغيرة منه بالشكل اللي احنا شايفينه قدامي ده، وبكده اكون حددت كل قطعة من الزبدة اللي انا هقطعها بتكون 100 جرام بالظبط. وبكده يكون عندك مكعبات زبدة بالحجم او الكمية اللي انتي حباها. شايفين بالشكل ده انا قطعتها كده، وبعدين شلت الورقة من عليها، وبعدين هبدأ ان انا اقطع مكعب مكعب. اجيب بقى ايه ورق زبدة بالشكل ده، اقيسه كده على المكعب اول حاجة، وبعدين اقصه بالمقص لحد ما يبقى معايا نفس القطعة اللي انا عاملاها دي بالشكل ده. وبعدين احط الورقة كده في السكينة، يعني احط السكينة في منتصف الورقة، ورقة الزبدة، وبعدين انزل عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بقت بكل سهولة متغلفة في الورقة واتقطعت معايا اهي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. والمكعب اللي احنا شايفينه ده 100 جرام بالظبط. هنفكها كده ونغلفها تاني بشكل كويس بالشكل ده، واي زيادة في الورق احنا نقصها عادي. ودي بقى المكعب 100 جرام بالظبط. كده بقى اي وصفة او اي اكلة او حلويات لو محتاجة عدد جرامات معينة من الزبدة، هتقدري تطلعي المكعب بكل سهولة من العلبة اللي انت هتحفظيها فيها، وتاخدي منه بكل سهولة من غير ما تحتاجي ان انت توزني الزبدة او اي حاجة تانية. هبدأ بقى اكرر العملية بالشكل ده. احط السكينة كده في منتصف ورقة الزبدة اللي انا عاملاها، وانزل على العلامة اللي انا علمتها، واقطع بمنتهى السهولة هتتقطع معايا. وزي ما قلنا كل مكعب من دول 100 جرام بالظبط. لو حابة تستخدمي ال100 جرام كلهم هتاخدي المكعب كله، لو حابة ان انتي 50 جرام هتاخدي نص المكعب حسب الوصفة اللي انتي هتعمليها. وكمان بالطريقة دي هتكون سهلت عليا ان انا قطعت الزبدة مكعبات وحفظتها في ورق زبدة زي كده، وحطيتها في علبة محكمة وشلتها في التلاجة علشان تسهل معايا الاستخدام في اي وقت. وممكن لو انتي بتستعملي الزبدة يعني كل فترة طويلة هتقدري تحطي العلبة في الفريزر، ووقت الاستخدام هتطلعي مكعب الزبدة وهتحطيه على الكونتر يعني لحين ما يفك معاكي، وبعدين تقدري تستخدميها. كررنا العملية كده كذا مرة اهي، وقطعنا قالب الزبدة كله علشان يسهل معايا الاستخدام. شايفين بالشكل ده قطع متساوية 100 جرام كلها بالظبط. ادي كده الكمية معايا كلها غلفتها بورق الزبدة، طريقة عملية جدا ومسعفة معاكي. بقت معايا بالشكل ده، احطها في علبة تلاجة هتبقى معايا في منتهى السهولة اهي بالشكل ده. حطها بقى في علبة التلاجة كده، لو حابة ان انت تحفظيها في التلاجة تحت مفيش اي مانع، لو حابة تحفظيها في الفريزر مفيش اي مشكلة. الطريقتين عمليتين معاكي، بس اهم حاجة تحطيها في علبة وتكون محكمة الغلق علشان لو حطيتيها في التلاجة من تحت ما تاخدش اي روايح من الاكل. وبالطريقة دي اكون كده ايه قطعت الزبدة مكعبات علشان لما احتاجها في اي وقت الاقيها تطلع معايا بمنتهى السهولة. لو تابعتي الفيديو معايا لحد هنا ما تنسيش لايك واشتراك في القناة. انا هند سليم ودي قناتي، واعملي كومنت كده منك وقولي لي رأيك في القناة بتاعتي ايه. مع السلامة.